عليكم يا شباب، عاملين ايه حبايب قلبي طلاب الصف الثاني الثانوي؟ معكم مستر احمد المصري. هنشرح لكم ان شاء الله ماده التاريخ. ان شاء الله الترم دوت التاريخ اللي موجود تاريخ اسلامي، هنكمل بيه الترم الاول. اول درس عندنا في المنهج اسمه مصر منذ الفتح الاسلامي حتى قيام الدول المستقله. طيب ازاي يا مستر احمد؟ مصر دي حبيبه قلبي لما تيجي تتكلم عنها انا ما اقدرش اقول ان مصر دوله عاديه. ليه؟ مصر ذكرت في القرآن، دي رقم واحد. رقم اتنين، أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى بها أمة المسلمين، قال لهم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وإيه وصهرا. يعني مصر دولة كويسة هتفتحوها. الرسول بشر المسلمين أو بشر الصحابة اللي هم الخلفاء الراشدين من بعده إن أنتوا هتفتحوا إيه؟ هتفتحوا دولة يكون لها إيه؟ تفتحوا مصر وان اهلها يكون لهم ايه؟ ذمه وايه؟ ورحمه. طيب وصهرا. ارسل الرسول كتابا الى مقوقس. كان في حاكم لمصر، حاكم روماني. مين اللي كان مسيطر على مصر؟ اللي كان مسيطر على مصر كان حاكم روماني او الروم. احنا خدنا طبعا الترم الاول الروم كانت محتليه بلاد الشام بما فيهم مصر، وكان الفرس محتلين بلاد العراق ومحتلين اليمن. طبعا الفرس خلصت من الترم الاول، احنا مش عاوزينها، احنا كل لعبتنا في الروم. طبعا احنا الروم خدنا منهم بلاد الشام او بدانا نضربهم في بلاد الشام، وصلنا طبعا للقسطنطينيه، وخدنا الترم الاول عبد الرحمن الغفيقي، وصلنا كمان يوم من فرنسا في معركه بلاط الشهداء ولكن للاسف مات. الترم ده بنكمل، بيقول لك ان دوله مصر، بنرجع من الاول بقى، بيبدا لك القصه من الاول، يقول لك بقى شويه نقط كده انت لازم تعرفها. دوله مصر كان محتلها الروم، وكانت الروم معينه على مصر واحد اسمه المقوقس. مين هو المقوقس ده يا مستر احمد؟ المقوقس ده حاكم مصر كان يدعوه الى الدخول في الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعت كتاب لحاكم الروم طبعا بعد عالميه الدعوه اللي هو بعد صلح الحديبيه في الترم الاول. الرسول بدا يبعت للروم في جميع انحاء الدول يقول لهم ادخلوا في الاسلام. فالمقوقس لما الرسول بعت له قال له ايه؟ ادخل الاسلام يا مقوقس. طبعا مقوقس رفض. بعد اتمام طبعا فتح الشام بعد موت الرسول بفتره جه الخلفاء الراشدين. فكرنا تاني في فتح مصر، او فكرنا بقى فتح مصر بالقوه في الفتح الاسلامي في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. تمام؟ طيب ايه هي احوال مصر قبل الفتح الاسلامي؟ بص حبيبي، مصر طبعا انا قلت لك اللي كان محتليهم الروم. لما نيجي نتكلم عن السياسه، اول ما اقول لك احوال مصر يبقى انا بتكلم عن احوال سياسيه واحوال اقتصاديه واحوال دينيه. يبقى احوال سياسيه، احوال اقتصاديه، واحوال دينيه. الاحوال السياسيه، مصر كانت محتلاه من قبل مين؟ من قبل الروم. الروم كانوا محتلينها من سنه كام يا مستر احمد؟ من سنه 30 قبل الميلاد. يعني تم احتلال الروم في سياسيا سنه 30 قبل الايه؟ قبل ميلاد السيد المسيح اللي هو سيدنا عيسى. محتلينها قبل 30 سنه من ميلاد مين؟ من ميلاد سيدنا عيسى. يبقى 30 قبل الميلاد. طيب كان اللي بيحكمها هو حاكم روماني اللي هو زي ما قلت لكم المقوقس او غيره، كان في ناس قبليه بيحكموا مصر وبيقبضوا على الشؤون الماليه والاداريه. يعني ايه؟ يعني كان الرومان ماسكين الشؤون الماليه وماسكين الشؤون الاداريه، الشؤون الماليه الفلوس بتاعت الدوله، وكانوا ماسكين الشؤون القضائيه. وكان الخليفه او كان زي ما تقول لك كده ايه؟ الحاكم الروماني ما كانش بيقعد في القاهره، كان بيقعد في الاسكندريه. يبقى سياسيا كانت مصر محتله 30 سنه قبل الميلاد. طيب كان الرومان في ايديهم السلطه الماليه، في ايديهم السلطه السياسيه، في ايديهم السلطه القضائيه. وكان الروم او الوالي الرومي او اللي كان ماسك البلاد اللي هو المقوقس الحاكم الروماني كان بيقعد فين؟ كان بيقعد في الاسكندريه. طيب اقتصاديا الشعب المصري كان يا ترى بيحب الروم ولا بيعاني منها؟ حبيب قلبي، الروم دول يا مستر احمد ما كانوش بيحبوا المصريين. يعني كانوا بيستغلوا مصر وبيستنفذوا مواردها الاقتصاديه زي القمح، وكانوا بيخزنوا بيها مين؟ او بيغذوا بيها مين؟ بيغذوا بيها اوروبا، ويخزنوا مخازنهم في اوروبا، ويسيبوا الشعب المصري متعرض لازمات اكل وازمات جوع ما يفرقش معاهم. يبقى اقتصاديا كانوا بيفرضوا على المصريين سياسه اسمها سياسه جمع الغله. جمع الايه؟ الغله. اي فلاح زارع يجمع الغله بتاعته ويوديها لفين؟ لدوله الروم في اوروبا. وبيفرضوا الضرائب كمان على المصريين. يبقى اقتصاديا كانت عن طريق فرض الضرائب، كان الروم بيفرضوا الضرائب على المصريين وجمع الغلال. دينيا هل كان الروم ديانتهم ايه يا مستر احمد؟
هل كانوا اهل كتاب؟ لا طبعا، ده ما كانوش اهل كتاب، كانت الديانه الوثنيه، وانتشرت عندهم ديانه العباده الوثنيه، وكانوا بيعبدوا الديانه الوثنيه. فلما جم مصر حرموا مصر او عملوا اضطهاد ديني في مصر. زي ايه؟ اهل مصر طبعا، انت عايز تربط الشعب المصري، اربطه في الدين، زعله في الدين، يتجنن. ايه اللي حصل؟ تعرض المصريين لكثير من الظلم والقهر وفرض الضرائب. كان في بابا الكنيسه، اللي هو بابا الكنيسه الارثوذكسيه. انت طبعا عارفين المسيحيين نوعين، كاثوليك وارثوذكس. الارثوذكس اللي هو كان البابا بتاعهم بطريرك اسمه البطريرك بنيامين. طبعا لما شاف بنيامين ده كان في مصر ماسك بابا الكنيسه في الاسكندريه، لما كان ماسك الكنيسه هناك بدا ان هو يتعرض للظلم، وقرر الرومان ان هم هيقتلوه. هرب بنيامين اللي هو بطريرك الكنيسه الارثوذكسيه، هرب من القاهره وراح ناحيه الصحراء، وفضل مستخبي هناك في الصحراء لمده 13 عام. يا لهوي يا مستر احمد، 13 سنه! 13 سنه البطريرك بنيامين هربان من بطش الرومان من مصر. فكانت مصر غير مؤهله، تمام، غير مؤهله، الشعب المصري غير مؤهل ان هو مش قابل الروم، ما بحبهمش سياسيا، بيحكموني بقالهم 30 سنه قبل الميلاد. عندك الحاكم الروماني كان عسكري، حاكم عسكري في ايده كل السلطات العسكريه والماليه، وكان بيقعد في اسكندريه. ديت سياسيا. اقتصاديا كانوا واخدين مصر استغلال الثروات بتاعها، واخدين الغلات بتاعتها. كانت بالنسبه مصر كانت زي ما تقول كده بنخزن في مصر الكميه علشان نروح ايه نبعتها لاوروبا، فكانت بتستغل مواردها وبتفرض الضرائب على المصريين، فكان المصريين ما بيحبوهمش. رقم 3 دينيا. ازاي يا مستر احمد دينيا؟ اتعرض المصريين لظلم، ظلم ديني. الروم ما كانوش بيحبوا المصريين، عرضوهم للظلم الديني. ازاي يا مستر احمد؟ عن طريق البطريرك بنيامين هرب من مصر، اللي هو بطريرك الكنيسه الارثوذكسيه، هرب من مصر وفضل مستخبي في الصحراء 13 سنه خايف من الروم. يبقى احوال مصر قبل الفتح الاسلامي ما كانتش ساره، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا دينيا. طب يا ترى يا مستر احمد احنا ليه اصلا هنفتح مصر؟ ايه هي العوامل؟ لكن يجي لك الاسئله من اول هنا وهنحل دلوقتي. الاسئله يقول لك مثلا كانت مصر تعرض المصريين لكثير من البطش الروماني في الدين، او تعرض المصريين لاضطهاد ديني، وكان دليلا ذلك على اسباب نقط سياسيه ولا اقتصاديه ولا دينيه؟ اسباب دينيه. ازاي يا مستر احمد؟ تعرض البطريرك بنيامين للطرد من مصر وهروب ال 13 عام، كان ذلك سببا ايه؟ اضطهاد ايه؟ اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي ولا ديني؟ اضطهاد ديني. مصر احتلت 30 سنه قبل الميلاد، كان الحاكم الروماني حاكم مستبد، كلمتي اللي تمشي، مفيش مصريين ليهم راي، انا اخد الفلوس واجمعها والم الضرايب وارضى الروم، ارضى الملك بتاع الروم او قصر الروم، ارضيه، انا شغال عنده، انا حاكم روماني ماسك مصر، ارضى ايه؟ ارضى الحاكم الروماني، وهنيجي في الكلام ده. طيب دوافع الفتح الاسلامي. هو مصر المسلمين كانوا عايزين يفتحوا مصر ليه؟ لثلاث عوامل. اول عامل وهو عامل ديني، العامل الايه؟ الديني، والعامل الحربي، وعامل تاريخي. كم عامل؟ 3. تعالوا ناخدهم كل واحده على حده. رقم 1 العامل الديني. احنا ليه عايزين نفتح مصر؟ لسبب ديني. السبب الديني هو نشر الدعوه الاسلاميه. طبعا احنا رقم 1 عايزين ننشر الدعوه الاسلاميه، هنفتح مصر عشان ننشر فيها الاسلام، تمام. رقم 2 أن تصبح مصر سندا قويا للمسلمين. لو فتحنا مصر هتبقى قوة لينا عظمى بجانب إيه؟ بجانب السعودية، بلاد الشام، بجانب العراق. يبقى إحنا هناخد مصر، دي أول خطوة في أفريقيا هنيجي للكلام ده. يبقى السبب الديني، إيه هي أسباب فتح مصر؟ أو إيه هي عوامل اللي تخلي المسلمين يفتحوا مصر؟ إحنا ليه عايزين المسلمين سيدنا محمد أو الخلفاء الراشدين أو الدولة الإسلامية ليه عايزين يروحوا يفتحوا مصر؟ ل3 أسباب. أولهم السبب الإيه؟ العامل الديني. العامل الديني دوت نشر الدعوة الإسلامية، وأن تصبح مصر سندا للمسلمين. يبقى سببين. طيب العامل الحربي، عامل ديني، عامل حربي، وعامل تاريخي. العامل الحربي تأمين الفتوحات في بلاد الشام. مصر بعدها فلسطين. أو أنت لو دخلت مصر، أو أنت لو جيت رسمت مثلا البحر الأحمر، تمام، وسنت ده البحر المتوسط مثلا، هتلاقي إن دي بلاد الشام اللي هي سوريا، لبنان، فلسطين، والعراق. لو دخلت من مصر هتلاقي إن هنا في الفيصل بتاعك اللي هو شبه جزيرة سيناء. أي هجمة من الروم عن طريق مصر هتلاقي نفسها في بلاد الشام.
لان بلاد الشام قريبه، اللي هي فلسطين، سوريا اللي هي فلسطين قريبه من مصر، فممكن الروم يقوموا جايين هاجمين على المسلمين في بلاد الايه؟ في بلاد الشام. فانا لازم أأمن بلاد الشام، الفتوحات في بلاد الشام، عن طريق ان انا اخد مصر. انا خدت منهم الشام، خلاص اخد منهم مصر علشان يبقى كل ده عندي متأمن. طيب يبقى العامل الحربي تأمين الفتوحات في بلاد الشام. هم كانوا عايزين يفتحوا مصر ليه؟ علشان يأمنوا فتوحاتهم في بلاد الشام، وبالأخص دولة فلسطين. من ناحية إيه يا مستر أحمد؟ من ناحية الجنوب الغربي. من ناحية الجنوب الإيه؟ الغربي. تعال نشوف تاني أهو. من ناحية الإيه؟ الجنوب الغربي. يبقى عايزين يا مستر أحمد نأمن الفتوحات بتاعتنا في بلاد الشام، ده العامل الحربي من ناحية الإيه؟ الجنوب الغربي. يبقى رقم واحد العامل الديني، احنا عايزين نفتح مصر ليه؟ لنشر الدين الاسلامي، ده رقم واحد. رقم اتنين لتكون مصر سندا للدوله الاسلاميه. طيب العامل الحربي، احنا عايزين نفتح مصر ليه؟ عامل حرب تامين الفتوحات في بلاد الشام. احنا بنحارب في بلاد الشام، ممكن يهجموا علينا من مصر، نعمل ايه؟ نامن الجنوب الغربي، تامين بلاد الشام من الجنوب الغربي خاصه فلسطين. طيب ايه تاني يا مستر احمد؟ تامين المدينه النبويه. انا لما جيت رسمت لك قلت لك مثلا ده البحر الايه؟ الاحمر، وده البحر المتوسط، تمام؟ تعالى نكبر هنا. بص يا حبيب قلبي، ده عندك البحر الاحمر، وده مثلا البحر المتوسط، حلو. هنا المدينه النبويه، المدينه الايه؟ النبويه اللي بيسكن فيها الخليفه، تمام؟ ودي مصر. هنا مدينه فوق هنا اسمها السويس. اسمها الايه؟ السويس، او لها اسم تاني اسمها القلزم. كانوا مسميين زمان البحر الاحمر ده بحر القلزم. مدينه السويس ديت في مصر، وانا عندي مصر كلها روم، والمدينه النبويه ديت اللي قاعد فيها الخليفه. هو انا مش ممكن الجيش بتاع الروم يطلع من مدينه السويس دي بحمله عسكريه ضخمه ويهجم بيها على المدينه النبويه؟ شكرا، خلص، قتلنا الخليفه، قتلنا الخليفه. يبقى انت يا مستر احمد لازم تامن المدينه النبويه عن طريق فتح مصر اللي هي مدينه السويس. طيب في مشكله في الكلام ده؟ لا. يبقى العامل الحربي نوعين، هنامن الفتوحات في بلاد الشام من جنوب غرب مش جنوب شرق. بيجي لك الاختيارات بيقول لك جنوب شرق، شمال شرق، شمال غرب، ولا جنوب غرب. لا، احنا بنامن جنوب غرب من ناحيه مصر، من عند فلسطين. يبقى احنا عايزين نامن فتوحاتنا. العامل الحربي تامين الفتوحات الاسلاميه في بلاد الشام، ورقم اتنين تامين المدينه النبويه. العامل التاريخي، كانت مصر على صله بالعرب منذ القدم. ازاي؟ مصر كانت طبعا، انت عارفين مصر زمان احنا خدها في سنه اولى ثانوي ان مصر لها علاقات تجاريه مع كل الدول. فكانت مصر بصله بالعرب منذ القدم عن طريق سيناء. كنا احنا بنتعامل عن طريق سيناء مع العرب عن طريق سيناء في الشمال. يبقى نطلع للشمال كده هنلاقي سيناء، وعن طريق البحر الاحمر شرقا، عن طريق البحر الاحمر. يبقى يا اما كده بنمشي من سيناء عشان نوصل للعرب ونبيع لهم، يا اما بنعدي البحر الاحمر علشان نوصل للايه؟ لدوله العرب. فكان انتوا طبعا عارفين العرب يقول لك ده عرفوا علاقته من زمان، ده نعرف ناس من هناك كانت بتتاجر معايا. يبقى ايه هي العوامل اهو؟ عوامل الفتح او دوافع الفتح الاسلامي لمصر. رقم واحد عامل ديني. ايه هو العامل الديني؟ نشر الدعوه الاسلاميه وان تصبح مصر سندا قوية للمسلمين. تاني حاجة العامل الحربي، هأمن الفتوحات في بلاد الشام وتأمين مقر الخليفة اللي هو المدينة النبوية اللي ممكن الجيش يطلع لي من السويس. طيب يبقى تأمين كمان المدينة النبوية اللي هو مدينة القلزم. العامل التاريخي، كانت مصر على صلة بالعرب منذ القدم عن طريق سيناء شمالا والبحر المتوسط ايه؟ والبحر الأحمر ايه؟ شرقا. طيب ظلت هذه الصلة مستمرة حتى ظهور الإسلام، ولهذه الدوافع قرر عمر بن الخطاب بعمل مؤتمر. طيب نيجي بقى للقصة. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا حصل فتوحات في بلاد الشام كبيرة جدا، وفتح في بلاد الشام كتير. فطبعا بعض الأقاويل طلعت يا سيدنا عمر يا ابن الخطاب عايزين اننا نفتح مصر. فقام جاي الخليفة عمر الخطاب عمل مؤتمر اسمه مؤتمر الجابية. ايه مؤتمر الجابية ده يا مستر احمد؟ مؤتمر الجابية هو مؤتمر اتعمل في بلاد الشام. عايز منه ايه يا مستر احمد مؤتمر الجابية؟ بص يا حبيبي، دلوقتي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابه وعلم منهم الخلفاء الراشدين اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب: اذا اردت ان تاخذ شيئا فعليك بالشورى.
استشير. فسيدنا عمر الخطاب جمع الناس كلهم في بلاد الشام وعمل مؤتمر في منطقة هناك اسمها الجابية، سماه مؤتمر الجابية. ايه يا مستر احمد مؤتمر الجابية ده بيتكلم عن ايه؟ تناقش فيه سيدنا عمر بن الخطاب عن فتح مصر. مين حلمه يفتح مصر وهدفه الاساسي فتح مصر؟ هو سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص راح بدأ يعرض أهمية فتح مصر لسيدنا عمر بن الخطاب. قال له إيه؟ قال له يا خليفة، إنك إن فتحت مصر سوف تكون لنا قوة في قارة أفريقيا، ولو فتحتها هتبقى أول الدول لينا في فتح قارة شمال أفريقيا كلها. مصر هي المدخل، هي الأساس، هتخش أفريقيا لازم تعدي عليها. فلو إحنا فتحنا مصر هتبقى عندنا كذا ميزة. أول حاجة هتبقى هي رقم واحد أو الخطوة الأولى في فتح شمال أفريقيا، دي رقم واحد. رقم اتنين يا مستر احمد ايه هي؟ رقم اتنين يا حبيب قلبي، ان انت لما هنروح نفتح مصر علشان الرسول وصى عليها. الرسول وصى بفتح مصر، قال لهم المسلمين ايه؟ انكم ستفتحون ارضا، واتذكرت في القران، فمصر ليها اهميه. فعشان كده الرسول سيدنا عمرو بن العاص لما طلع قال لعمر بن الخطاب، قال له احنا هنفتح مصر لكذا سبب. السبب الاول هتبقى الخطوه الاولى لينا ان احنا نفتح شمال افريقيا، والسبب الثاني ان الرسول وصى عليه. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب قال له اطلع يا عمرو بن العاص بالايه؟ بالجيش. عمرو بن العاص لما طلع بالجيش طلع ب4000 مقاتل. طيب اهو كان عمرو بن العاص يريد ان يوضح اهميه فتح مصر ومدى ما وصلت اليه من ضعف تحت الروم. في السنتر احنا طبعا خلصنا درس في السنتر لما قلنا ايه؟ انك ان فتحتها كانت قوه للمسلمين وعونا لهم. ده مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا عمرو بن العاص بيقول لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب، بيقول لك انك ان فتحتها، لو انت فتحت مصر يا سيدنا عمر، كانت قوه للمسلمين وعونا لهم، وهي اكثر الاراضي اموالا واعجزها عن القتال وايه؟ والحرب. يعني هي ارض مليانه فلوس، واكثر ارض ممكن ان احنا نحارب ونكسب فيها الروم. وكان عايز يبين له مدى ضعف الروم في مصر. فاكرين ما قلت لك سياسيا واقتصاديا؟ اهو لما جيت كلمتك فوق قلت لك سياسيا واقتصاديا ودينيا احوال مصر قبل الفتح الاسلامي ما كانتش كويسه. سياسيا كان الحاكم الروماني اللي قاعد في اسكندريه اللي هو المقوقس بيعامل المصريين معامله سيئه. طيب اقتصاديا كان ايه يا مستر احمد؟ اقتصاديا كان الشعب بيعاني من رفع الضرائب، وكان مخزن مصر تعتبر مخزنا لدوله الروم. ودينيا كانوا بيتعاملوا من الاضطهاد الديني. فايه اللي يحصل يا شباب؟ خلاص عمرو بن العاص هيطلع ب4000 مقاتل لفتح مصر. نيجي على بعض الأسئلة اللي احنا هنحلها. رقم واحد، أكد عمرو بن العاص على أهمية فتح مصر للخليفة عمر بن الخطاب باعتبارها ايه؟ رقم ألف، سهولة السيطرة عليها، قلة الاهتمام الروم بها، قوة المسلمين وعمنا لها، ولا طمع الخلفاء في السيطرة عليها؟ هو سيدنا عمرو بن العاص لما راح يكلم سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة قال له عايزين نفتح مصر ليه؟ لسهولة السيطرة عليها؟ لا طبعا مش قوي، ده هناك في الروم. طيب يبقى دي مش هتنفع. طب رقم ب، قله اهتمام الروم بيها. هم الروم مش مهتمين بمصر وسايبينها؟ لا طبعا، ده الروم واخدينها ايه؟ واخدينها مخزنا لتجاره الايه؟ القمح وبيستنفعوا منها. طب ج، قوه للمسلمين وعونا لهم، ولا طمع الخلفاء في السيطره عليها؟ طبعا ما ينفعش طمع الخلفاء السيطره عليها، هتبقى قوه للمسلمين وعونا لهم. طيب يبقى رقم ج، قوه للمسلمين وعونا لهم. رقم 2، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال بيقول لك ايه؟ ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها، حط خط على أهلها، خيرا فإن لهم ذمة وصهرا. المعنى الذي أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته في فتح مصر، ايه هو المعنى؟ هو عايز مني ايه؟ عايز من الكلام ده ايه؟ او عايز في الوصية ديت ايه؟ ضعف المصريين؟ الكلام ده بيقول لك على ضعف المصريين؟ لا طبعا. تدين المصريين كانوا متدينين بس بردك كان في منهم وثني، يبقى مش هتنفع. رقم ك، تقاعس المصريين، هل المصريين كانوا متقاعسين مش عارفين يدافعوا عن نفسهم؟ لا طبعا. رقم د، رباط وحدة المصريين، اكيد. ازاي ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط؟ انا ببص للسؤال بشوف استوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة وايه؟ وصهرا. اهلها مالهم؟ لهم ذمة وصهرا، يعني في رباط ووحدة المصريين. السؤال الثالث، كان قرب المدينة المنورة، فاكرين؟ مركزا للخلافة الإسلامية من القلزم، قلت لك مدينة القلزم اللي اسمها ايه؟ السويس حاليا، سببا للفتح الإسلامي لمصر، وهو من العوامل ايه؟
احنا هنروح نحتل مصر علشان مدينه القلزم اللي هي السويس، تمام، سببا للفتح الاسلامي لمصر. دي من العوامل ايه؟ يا ترى عوامل دينيه؟ لا طبعا. وانا اروح افتح مصر عامل ديني؟ عامل ديني، فتح نشر الاسلام، بس هو بيقول لك المدينه المنوره. فكده ما قلت لك ممكن يطلع جيش من السويس من الرومان يروحوا يقتلوا الخليفه في المدينه المنوره، يبقى انا لازم اروح احاربهم. يبقى احاربهم ده عامل ايه؟ ديني ولا تاريخي ولا سياسي ولا حربي؟ اكيد حربي. يبقى من العوامل اللي انا هفتح بيها مصر علشان أأمن الخلافة سببا لفتح الإسلام لمصر هو من العوامل الايه؟ الحربية. فاكرين لما خدنا سياسيا وخدنا ايه؟ خدنا سياسية، خدنا دينية، وخدنا حربية واقتصادية وتاريخية. طيب نكمل السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه بيقول لك ايه؟ فتح المسلمين مصر الأهداف تكتيكية. يعني ايه تكتيكية؟ يعني واحدة واحدة. تكتيكية دي يعني واحدة واحدة، خد كل حاجة على حد. يعني ايه تكتيكيه؟ تكتيكيه دي خدها على بعض. تكتيكيه انا بتكتيك، عارف يقول لك ايه؟ خطط وتكتيك يلا عشان تنجح. اهي التكتيكيه دي يعني التخطيط. هو سيدنا عمرو بن العاص لما راح لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له ايه؟ احنا عايزين نفتح مصر عشان تبقى ايه؟ نفتح مصر عشان تبقى قوه لينا وتبقى اول خطوه في فتح افريقيا. مصر، بعد كده السودان، بعد كده ليبيا، بعد كده الجزائر، بعد كده تونس، بعد كده المغرب. الله الله الله، يبقى انت عايز تكتيكيه. هو مصر رقم واحد في ان فتح شمال افريقيا. تعالوا ندور. تحقيق نبوه النبي؟ لا. نشر العقيده الاسلاميه؟ لا، ده مش تكتيكي. تاكيد الصلات بين العرب ومصر؟ لا. فتح مصر بدايه لفتح افريقيا؟ طبعا اكيد. ليه؟ لان فتح مصر ده سبب تكتيكي. نيجي للسؤال رقم 5. كانت هناك اسباب اجتماعيه على فتح مصر؟ اي من الاسباب الاتيه تنطبق عليها هذه العباره؟ اسباب اجتماعيه يبقى انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الناس وبتكلم عن اهلها. حمايه عاصمه الخلافه الاسلاميه، ولا اضطراب احوال اهل مصر، ولا غنيه مصر بالموارد، ولا تامين فتوحات بلاد الشام؟ اكيد ما فيش غير اهل مصر، لان بيقول لك اسباب اجتماعيه عن فتح مصر هي اضطراب احوال اهل مصر. نيجي للسؤال اللي وراه. انك ان فتحتها كانت قوه للمسلمين وعونا لهم، وهي اكثر الاراضي اموالا واعجازا عن القتال والحرب. ان فتح مصر كان لها اهداف عسكريه تمثلت في ايه؟ ايه هي الاهداف العسكريه اللي انا هقدر اعملها؟ يا ترى استغلال خيرات مصر؟ هو انا رايح اعمل فتح عسكري لمصر عشان استغل خيرها، ولا علشان تامين مصر للخلافه الاسلاميه؟ تامين مصر الخلافه، انا هروح افتح مصر عشان امن مقر الخلافه في المدينه، ولا حمايه المسلمين من اضطهاد الروم؟ اصلا هناك ما فيش مسلمين. لا تصبح مصر مركز للخلافه. لا، الهدف العسكري هو تامين حدود ايه؟ تامين مصر الخلافه الاسلاميه. انا هامن الحدود علشان ما فيش اي هجمه تيجي من مدينه السويس اللي هي القلزم على ايه؟ على الخلافه الاسلاميه. طيب اخر سؤال. قال عمرو بن العاص ان ولايه مصر جامعه تعدل الخلافه. تدل العباره السابقه على ايه؟ يعني ايه يا مستر احمد لما سيدنا عمرو بن العاص طلع يقول لك ايه؟ ان ولايه مصر جامعه تعادل الخلافه. يعني ايه تعادل الخلافه؟ يعني ولايه مصر قريبه من ولايه الخلافه. يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني ولايه مصر صعبه في ادارتها زي ما الخلافه صعبه. لو دي محتاجه قوه عسكريه ودي محتاجه قوه عسكريه، دي محتاجه تفكير دي محتاجه تفكير، دي محتاجه ناس تدير الشؤون دي محتاجه ناس تدير الشؤون. دي معنى الكلمه. قال عمرو بن العاص ان ولايه مصر جامعه تعادل الخلافه. تدل العباره السابقه على صعوبه اداره شؤون مصر، ولا اتساع رقعه الارض في مصر، ولا غنيه مصر وقصه مواردها، ولا كثره عدد السكان؟ غنيه مصر وكثره مواردها، العباره دي ما بتدلش على كده. احنا قلنا انها صعبه في ادارتها زي الخلافه. طيب كثره عدد السكان؟ لا طبعا ما بتدلش العباره دي على كده. طيب يا ترى اتساع رقعه الارض في مصر؟ هو اتكلم هنا عن ارض؟ لا. طب اتكلم عن ايه؟ صعوبه اداره شؤون مصر. طبعا لان الخلافه صعبه، وبالظبط نفس مصر يبقى صعوبه اداره شؤون مصر. وبكده يا شباب نكون خلصنا الجزء الاول من الدرس لحد فتح مصر، او ان عمرو بن العاص خد الجيش بتاعه اللي هو ال 4000 ورايح لحد عشان يفتح مصر. ايه القصه؟ ايه اللي حصل؟ يا ترى هيقدر ان هو يفتح مصر؟ ايه هي خطه عمرو بن العاص ان هو يفتح مصر؟ يا ترى هيعمل ايه؟ يا ترى ال 4000 دول ال 4000 اللي هو هياخدهم علشان ينطلق بهم فتح مصر هتبقى كويسه ولا لا؟ هنعرف في الحصه الجايه ان شاء الله يا شباب. مع الف سلامه.